أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض تارت الشوكولاتة. بنحتاج كوكيز أو بسكوت سادة من غير زبدة، بنضربه في الكبة أو ممكن نفرمه بأي طريقة. بنحط عليه تلت كوباية زبدة مذابة ومعلقتين مية عشان يتماسك. بنحط عليه نص كوباية نسكويك أو كاكاو محلى. بعد كده بنصبه في صينية تارت قطرها 32 سنتي، بنضغطه كويس من الجناب ومن القاعدة. بنخبزه بعد كده في فرن على درجة 150 لمدة 15 دقيقة. بنعمل الحشو. بنحط نص كيلو جبنة كريمي وكوبايتين سكر و5 بيضات كاملين و4 جرام فانيلا. بنضربهم كلهم مع بعض. بندوب بالشوكولاتة على حمام مية. بنحط 400 جرام شوكولاتة خام و200 جرام زبدة وكوباية لبن حليب. بنرفعها على حمام مية. لما بيدوب بنحط نص كوباية سكر بودرة وكوباية كريمة خفق. لما بيدوبوا كويس بنحط بيضة كاملة ونص كوباية كاكاو محلى وعليه معلقتين دقيق. بنرجعه تاني لحمام المية ونسيبه لمدة 5 دقايق. بعد كده بناخد نص صوص الشوكولاتة بنحطه على خليط الجبنة وبنقلبه كويس. بعد ما بيخرج قاعدة التارت من الفرن بنصب عليها خليط الجبنة مع الشوكولاتة. بنحطه في الفرن لمدة 50 ل 60 دقيقة على درجة 150 مئوية. بعد ما بيخرج من الفرن بنسيبه يستريح لمدة ساعة وبنصب عليه باقي خليط الشوكولاتة. وبالهنا والشفا. جربوها هتعجبكم، وما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، وأشوفكم بكرة في وصفة جديدة.